بعد دخول جيش الفاطميين لمصر سنة 358 هجريا، تم بناء مدينة القاهرة على يد القائد الأعظم جوهر الصقلي في عهد الإمام المعز لدين الله الفاطمي، وقد أطلق عليها اسم القاهرة المنصورة، وسمت بعد ذلك بالقاهرة. ومن أهم آثار القاهرة الفاطمية جامع القاهرة، وهو الاسم الذي كان يطلق على جامع الأزهر حتى العقود الأولى من القرن الخامس الهجري. وسمي بعدها بجامع الأزهر نسبة إلى اسم الزهراء بنت رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، وهو أول جامع أنشئ في مدينة القاهرة، وهو أقدم أثر فاطمي قائم بمصر. ثم تحول بعد ذلك إلى جامعة إسلامية تخرج الدعاة والعلماء في العهد الفاطمي، وهو أهم المساجد في مصر وأشهرها في العالم الإسلامي، وهو جامع وجامعة منذ أكثر من 1000 عام. وبالرغم من أنه أنشئ لغرض نشر المذهب الشيعي، إلا أنه حاليا يدرس الإسلام على مذهب أهل السنة. الفاطميون بني في عهدهم الأزهر الشريف لينشر المذهب الشيعي ولما جاء صلاح الدين رحمه الله تعالى وطهر البلاد من هذا المذهب، وأغلق الأزهر سنوات طويلة، ثم أعيد فتحه ليدرس المذهب السني، المذهب الحق، ليدرس الدين الصحيح للأمة، وما زال من يومها إلى يومنا هذا يعلم الناس الدين الحق، ويدعو الشيعة أنفسهم إلى الرجوع إلى الحق، وإلى الرجوع عن تكفير الصحابة، وإلى الرجوع عن سب الصحابة ولعنهم، وإلى العودة إلى الحق، ويدعو إلى كلمة سواء. وما زال الأزهر يتمتع بوسطيته الفقهية المعروفة عنه أمام العالم أجمع. وكون الفاطميين أو الشيعة يعني يريدون أن يعودوا إلى الأزهر مرة أخرى أو شيء من هذا القبيل، فهذه أحلام، لكن الأزهر سيظل محفوظا بأمر الله سبحانه وتعالى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. جامع الحاكم بأمر الله الفاطمي بني عام 380 هجريا في عهد العزيز بالله الفاطمي، الذي بدأه في سنة 379 هجريا، ولكنه توفى قبل إتمامه، فأتمه الحاكم بأمر الله سنة 403 هجريا، وهو ثاني جامع في العصر الفاطمي بعد جامع الأزهر الشريف، وهو ثاني مسجد في المساحة بعد جامع أحمد بن طولون. وفي عام 702 هجريا حدث زلزال كبير أدى لسقوط قمتي مأذنتي الجامع، فقام الأمير ببرس ببنائه على يد الناصر محمد بن قلاوون. قام صلاح الدين الأيوبي بنقل الصلاة من جامع الأزهر إلى جامع الحاكم رسميا، وأهمل المسجد لفترات طويلة حتى عصر الرئيس الراحل أنور السادات، والذي طلبت طائفة الشيعة البهرة الإذن منه بتجديده بالجهود الذاتية، وتم التجديد، ودعا السادات إلى افتتاح المسجد رغم التخوف من أن يكون ذلك محاولة لاغتياله، واشتهر مسجد الحاكم من حينها بجامع الأنور نسبة إلى الرئيس الراحل أنور السادات، وهو الآن مفتوح لجميع الطوائف للصلاة به، كما وأن الكثيرين من مؤيديه البهرة والدروز يزورون الجامع أثناء تواجدهم في مصر للتبرك والصلاة. مشهد الجيوشي
تم بناؤه سنة 478 هجريا من قبل أمير الجيوش بدر الجمالي على جبل المقطم خارج القاهرة، والمشهد هو ما يقام على روح المتوفي عند الشيعة، ولكن الأمير بدر الجمالي بناه ليكون برجا للمراقبة مشيدا أعلى القاهرة على صورة مسجد للتخفي، ولا يسمح لدخوله لغير الشيعة حتى الآن. جامع الأقمر. شيد الجامع الأقمر في عهد الآمر بإحكام الله أبو العلي منصور سنة 519 هجريا، وهو أول جامع في القاهرة تحتوي واجهته على تصميما هندسيا خاصا، ثم تم انتشار جميع العمارات الإسلامية بعد هذا الجامع، وسمي بهذا الاسم نظرا للون حجارته البيضاء التي تشبه لون القمر. جامع الصالح طلائع بن رزيك. أنشأه الملك الصالح طلائع بن رزيك وزير الخليفة الفائز بنصر الله الفاطمي ثم الخليفة العاضد آخر خلفاء الدولة الفاطمية سنة 552 هجريا، ليضم مشهدا يوضع فيه رأس الإمام الحسين بعد احتلال الصليبيين لعسقلان، وهو آخر أثر أنشئ في عهد الدولة الفاطمية. وقد ندم الصالح على بنائه لهذا المسجد في هذا المكان الذي يواجه أسوار القاهرة من الخارج، ولأنه شكل خطورة حربية على القاهرة الفاطمية، وهذا المسجد يعد أول نموذج للمسجد المعلق.